الفيديو ده ان شاء الله احنا هنتكلم مع بعض عن الحاجات اللي ممكن تساعدك في تلم المتراكم عليك وتكون بتواكب الحاجات اللي انت بتاخدها جديد، وطرق بسيطة ان شاء الله تقدر تهيئك تدخل مراجعات من غير ما يكون عليك اي حاجة متراكمة. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله احنا هنتكلم مع بعض عن بعض الطرق اللي ممكن تساعدك اللي انت تنجز شغلك في فترة قليلة، وبرضك يعني ايه تقدر تتهيأ تدخل لمراجعات تالتة ثانوي من غير ما يكون متراكم عليك حاجة. احنا هنتكلم دلوقتي عن الناس اللي هي مراكم عليها دروس او لسه مخلصتش او مش عارفة تواكب مع المدرسين. لو انت مراكم عليك شابتر او اتنين او تلاتة، انت ممكن تقدر تخلصه ازاي؟ ممكن تاخد جزء من القديم مع جزء مع الجديد وتشتغل هنا وتشتغل هنا، وده هيكون ضغط شوية بس عشان تقدر لما توصل لشهر 4 ولا حاجة تكون مخلص كل اللي وراك وكل حاجة انت خدتها. فده هيكون شيء كويس جدا، بحيث ان انت تاخد مثلا نص شابتر من القديم مع الجزء اللي انت تاخده من الجديد وتحل عليه. مش مطالب ان انت تحل من كذا كتاب او حتى تجيب افكار صعبة جدا، لان الامتحان بيجي شبه كبير جدا لكتاب الامتحان، لانه ما بيكونش يعني اللي هو بالصعوبة اللي في دماغك اوي. ده اول حاجة. تاني حاجة انت ممكن تستغلها في يومك، اللي انت تجيب يبقى معاك نوت صغير وتكتب فيها اهم حاجة انت ممكن تعملها النهاردة من حيث المذاكرة او من حيث حياتك الشخصية كمان. انت ممكن تقول انا مثلا هذاكر مادة او اتنين او تلاتة، وتحط مادتين تقال شوية مع مادة خفيفة وتوزنها انت مع نفسك او حسب انت ممشيها ازاي. دي تاني حاجة. تالت حاجة وهي اللي انت تنظم يومك صح، اللي انت مثلا ما تروحش الدروس وتيجي من الدروس تخلص اللي وراك وبس. انت لا، انت اعمل جدولك الشخصي وشوف انت ضعيف في مادة ايه وابدأ اشتغل عليها. اللي مثلا انا ضعيف في الرياضه مثلا في جزء معين فيها، ابدا اشتغل عليها احل عليها كتير. إيه، انا مثلا ضعيف مثلا في الفرنساوي في القاعده المعين، افتح اليوتيوب واشوفها، ما استناش اقعد اراكم على نفسي وفي الاخر ما اقع. لا، بلاش من ده. لا، ان انت خدته او ضعيف فيه او مثلا يا عم مش عارف تحل عليه كويس، لا ابدا افتح يوتيوب اشوف مره واثنين وثلاثه واشوف المدرس ده ما عجبنيش، المدرس ده اشوف ده. ما استناش يعني ابقى ضعيف في حاجه للاخر، لان المراجعات يعني مش اللي هي هتغطي لك الجزء الكفايه. انت لسه قدامك فرصه وقدامك وقت تشوف ادق التفاصيل. انت هتعمل كده هيبقى الدنيا تمام معاك. وما تروحش برضك باكد عليك مره واثنين وثلاثه، ما تروحش تحل برضك من كذا كتاب. عندك كتاب الامتحان اكتفي بيه، كتاب المعاصر برضك اكتفي بيه. ده يعني ادق حاجه واشمل حاجه واقربهم للامتحان بتاع اخر السنه. تمام. بالنسبه بقى ايه لو مش عارف تنظم يومك او الكلام ده كله، انت ممكن في فترتين انت ممكن تستعملهم. فتره من بعد الفجر لحد مثلا الظهر، ودي بصراحه انا برجحها، بس هي هتكون صعبه اليومين دول لان الجو يعني ايه ساقعه شويه. إيه، فمش عارف لو انت قدرت فتمام قوي. اما للفتره التانية بقى، وهي مثلا لو بتخلص دروسك من الساعه 7 او 8 كده لحد الفجر، فدي برضك فتره بتبقى فيها هدوء كويس وتقدر تلم بيه ويكون احسن حاجه. ده بالنسبه للحاجه التالتة. الحاجه الرابعه بقى، انا عايزك ما تزهقش. لسه قدامك 3 4 شهور حلوين. انت هيبقى فيها فترة كويسة قوي، وكمان هيبقى فيها رمضان، وبالذات رمضان ده هنتكلم عليه في فترة لوحده، لان رمضان ده يعني مش احسن حاجة في المذاكرة لان الدنيا بتضطرب شوية فيه. وبعد كده انت يعني تكمل يومك عادي وتكمل شغلك عادي، والحاجات اللي انت واقع فيها زي ما قلت لك تكملها مع نفسك، لان المدرس بتاعك مش هيوقف، هيفضل مكمل عشان هو قدامه منهج معين المفروض يخلصه، ومفروض يخلصه في الوقت ويبدأ معاك مراجعات. يعني الدنيا مقفولة شوية. تمام. عايزك ما تزهقش وتعمل كل اللي عليك، والنتيجة بتاعت ربنا. ما تقولش بقى انا اتأخرت، انا صاحبي سابق عني شوية، صاحبي مخلص كتب. مالكش دعوة بالكلام ده كله، اشتغل وزي ما مدرسك بيقول لك واشتغل واعمل اللي عليك، والنتيجة بتاعت ربنا. انت ما عليك الا السعي، بس انت بتشتغل وربنا شايف كل ده. ما تقلقش وما تزهقش. وفترة والله وفترة وهتعدي، هي فترة صعبة شوية بس انت قدها، وان شاء الله هتكمل وتقدر يعني تقدر تعمل كل اللي انت عايزه واللي انت تتمناه. اسعى بس، وان شاء الله ربنا هيجيب لك كل خير. وتوكل على الله واعمل اللي عليك، وانت مش مطالب غير بكده بس. في النهاية يا شباب، مش عايزك تقلق ولا تخاف يعني. وبالنسبة لو انت متضرر من التليفون، في برضك مثال يعني اللي انت تذاكر شوية
وتاخد ريست شويه، بحيث ان انت ما تضغطش نفسك قوي ولا تقعد على التليفون برضك. يعني ايه، وازن ما بين الاتنين بس. اما لو انت ما بتعرفش تسيطر على نفسك خالص، فانصحك يكون التليفون بعيد عن ايدك خلال وقت المذاكره، لو هتذاكر على اللاب او هتذاكر على الكمبيوتر او اي حاجه من الكلام ده كله. فانت تبعد التليفون عنك خالص، تحطه في اوضه تانية. خلصت الماده معينه مثلا، اخد بريك مثلا 10 دقايق ربع ساعه، افصل عقلي فيها خالص وارجع تاني اكمل شغلي واكمل حاجتي خالص. وبرضك التليفون ما يكونش جنب ايدك، لان انت التليفون جنب ايدك بيجيلك نوتيفيكيشن مش عارف ايه، فتدخل بقى على الفيس ما تعرفش انت كنت بتعمل ايه. بس يا شباب، والنهاية بقى ايه، ربنا يسهل الحال وتكونوا في احسن صورة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.